ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله اخيرا رجعنا بعد توقف في رمضان كله. زي ما انتم شايفين انا كنت مسحول، عندي امتحانات ودلوقتي انا تعبان. فزي ما وعدتكم ان شاء الله يبقى فيه تجديد للمحتوى، محتوى جديد باذن الله. بكره هيتم تصوير اول حاجة في المحتوى الجديد ان شاء الله. لما تنزل هتفهموا انا ليه اتأخرت وليه ما اعلنتش عن الموضوع ده لحد دلوقتي. مش مهم، المهم اللي انا جاي النهارده اتكلم عن فوز النادي الاهلي على الهلال السوداني في دور ذهاب دور ال 16 في دوري ابطال افريقيا. فيلا بينا. بدايتها كده هنبدا بالتشكيل بتاع الاهلي. ده انا في حراسه المرمى محمد الشناوي، باك رايت نجم الماتش محمد هاني، اشرف داري ورامي ربيعه، اتنين سنتر باكس. باك ليفت يحيى عطية الله، اتنين في نص الملعب مروان عطيه وايه اكرم توفيق. المفروض بقى، المفروض التشكيله تبقى عامله ازاي؟ قدامهم المفروض يبقى قدامهم امام عاشور، على يمينهم جراديشار، على شمالهم اشرف بن شرقي، مهاجم وحيد اسامه ابو علي. دي المفروض الرسم التكتيكي او الرسم الخططي للتشكيله. بس كانت بتقلب ليه؟ بتقلب ل 4 2 3 1. بتبقى عامله ازاي؟ خط دفاع زي ما هو، اتنين نص ملعب زي ما هما. قدام مروان عطيه واكرم توفيق بيبقى جراديشار شماله، امام عاشور يمينه، اشرف بن شرقي مهاجم وحيد وسام ابو علي. الاهلي فضل يضغط على الهلال لحد اما جه الجون اللي كان غلطه 100% من الحارس، وكنترول وشوطه عالميه من محمد هاني. محمد هاني النهارده يعني بيكدس كلمه ان مفيش ماتش كبير او ماتش ليه صيت محمد هاني مش هيبقى فيه. محمد هاني بيبقى مؤثر جدا 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 في الماتشات بتاعت الاهلي بالذات اللي ليها صيت. يعني في ناس كتير اتفرجوا عليها. ماتش مهم جدا بتلاقي محمد هاني يا بيجيب جون يا عامل تأثير زي النهارده كده، جاب جون. والنهارده دفاعيا وهجوميا كان كويس جدا جدا جدا، عكس بقيه الفرقه وحشه جدا جدا. غلطات في الدفاع، غلطات في الهجوم. الدفاع ما بانش ليه؟ لان اصلا فرقه الهلال السوداني تقريبا كده ما كانتش عايزه تلعب، هي عايزه يا تعادل يا 1-0 بالكتير قوي للاهلي. زي ما خدتوا بالكم بعد ال 1-0 الهلال ما طلعش، بالعكس ده الهلال رجع اكتر في مناطقه. الهلال بدأ يلعب لعبه انا هقف ورا وهقعد اضرب. يا جماعه فرقه الهلال السوداني ما تعملش اي حاجه في الماتش غير انها عماله تضرب في اللعيبه. وده يبين لكم قد ايه في ان في اخر الماتش شوفوا اللعيبه وهي رايحه تتخانق مع الحكم، وقد ايه كان في كميه خناقات في الماتش من كتر ما اللعيبه بتضرب ولقيت الاهلي بتتضرب والحكم ما بياخدش اي اكشن. الانذارات بتطلع لنا احنا، والله العظيم الانذارات بتطلع لعيبه الاهلي بس. دي حاجه تستفزك، دي حاجه انا والله العظيم انا خرجت عن شعوري في الماتش. اللي هو يعني يا اسطى ماشي، ما لعيبه الاهلي رد فعل، يعني كره جراديشار 100% انذار على جراديشار، ما عنديش اي مشكله مع انها فعلا دينجرس بلاي، دي 100% انذار. لكن يا اسطى بقى بياخد انذارات ليه؟ ولعيبه الهلال السوداني ما بتاخدش انذارات ليه؟ يعني عمر كمال عبد الواحد خد انذار في الاخر. يا اسطى يعني الولا كعبله، هو قام لعب الفاول، الولا واقف على الكوره، يعني واقف قدام الكوره. المفروض ده قانونا اللعيب بتاع الهلال السوداني ياخد انذار. لما عمر كمال زقه قام عمر كمال هو اللي واخد الانذار. ايه الضحك ده؟ يعني فاهمني كده؟ انت كحكم موريتاني يعني او كحكم اني انت حكم منين؟ حكم افريقي. بجد حكام الافارقه بقوا تحت مستوى التحكيم. اه ده باين لك قد ايه ان الاهلي بينادي بحكام من بره قاره افريقيا في اي ماتش ليه، سواء في الدوري في اي حته. حكام قاره افريقيا وحشين جدا، يا وحشين يا موجهين. ومعظم التحكيم الافريقي بيبقى موجه، معظم التحكيم الافريقي بيبقى موجه. النهارده مش قادر اقول ان هو كان موجه، لا النهارده الحكم ده هو مفيش على الله حكايته خالص، هو مش موجه. ده اقل من ان هو يبقى موجه مثلا زي بكاري جسام الله يخرب بيته.
فيعني ما نجيش تحاكم التحكيم في مصر ونقول التحكيم في مصر زباله. لا، التحكيم في افريقيا كلها زباله. في افريقيا كلها بلا استثناء التحكيم زباله. والحكم اللي بيمشي بما يرضي الله بيتوقف. والله يا جدعان الحكم اللي بيمشي كويس بيتوقف. انا ما شفتش حكم ماشي كويس. يعني ماتش مصر والجزائر 2010 الحكم اللي حكم الماتش ده موقوف لحد دلوقتي وما بيلعبش. فده بقى لكم قد ايه ان في كميه فساد في افريقيا وفي الكاف وفي مصر وفي التحكيم مش طبيعي يا جماعه. هو ده خلاك النهارده مثلا محمد الشناوي اللي هو اكتر واحد ما بيتخانقش النهارده كان راح ماسك في الحكم. ليه؟ لان بعد تضييع الوقت ده كله بتاع الهلال السوداني الحكم ادى 6 دقايق منهم اصلا الحارس وقع دقيقتين في كوره ما حدش من اللعيبه تدخل معاه حسبها فاول علينا بعد ما كان حسبها اوت لينا. والله العظيم محمد هاني كان هيضربه وهيضرب اللاين مان بسبب غلطه متخلفه عقليا شبه دي. فيا جماعه لازم وقفه، والله العظيم لازم وقفه مع التحكيم في افريقيا. الماتش ده ولا فيه تاكتكس ولا فيه اي حاجه اللي انا اتكلم عليها. بجد الماتش الاهلي لاعب وحش جدا والهلال لاعب وحش جدا. الفرقتين ملط، فرقتين النهارده كانوا ملط. او ممكن ادي كريدت زياده للهلال ان هو خرج باللي هو عايزه. الاهلي ما كانش عارف يعمل حاجه النهارده لولا الا واحد بس. عشان لما انا كنت مبسوط بالصفقه اول ما جت كل الناس قالوا لي انتوا بتاخدوا بواقي الزمالك ومش بتاخدوا بواقي الزمالك. يا جدعان اشرف بن شرقي مش زي اي كواليتي ولا في الاهلي ولا في الزمالك ولا في الدوري المصري كله. اشرف بن شرقي النهارده كان بيلعب لوحده هو ومحمد هاني، الجبهه اليمين شغاله لوحدها. فكر كده على اي وقت كانت في هجمه او مستقبل هجمه للاهلي هتلاقيها جايه من ناحيه مين؟ ناحيه محمد هاني واشرف بن شرقي. هتبص على الناحيه الثانيه مفيش بقى يا جماعه خالص خالص بقى. امام عاشور بعد ما كان بيلعب صانع العاب رجعوا وينج تاني. وامام عاشور يا جماعه مش وينج. امام عاشور مش وينج. امام عاشور مش وينج. عايز تلعب باتنين مهاجمين اعملها 4-4-2. 4-4-2. ما تلعبش ب 4-2-3-1 وتخلي جراديشار هو صانع الالعاب وامام وينج. لا، لو عايز تعمل كده بقى تخلي جراديشار وينج رايت، اشرف بن شرقي وينج ليفت، في النص بينهم امام عاشور، قدامهم اسامه ابو علي. كده تبقى التشكيله مفهومه والتشكيله فيها كل حاجه جميله واللي احنا نادينا بيه من ماتش الزمالك بتاع ال1-1 اللي هو جراديشار يلعب رايت، اشرف ليفت، صانع العاب امام عاشور وقدامه اسامه ابو علي. عشان تقدر تاخد كل حاجه وكل طاقات وكل بوتنشال عند اي لعيب عندك في الفرقه. بدل ما انت رميت امام وينج ورميت جراديشار في النص، ولا جراديشار عارف يلعب ولا امام عارف يلعب ولا وسام عارف يلعب. الوحيد اللي كان شغال في التلت الهجومي كان اشرف بن شرقي. الوحيد اللي كان شغال في التلت الهجومي وشغال اصلا كان بن شرقي ومحمد هاني. انا بالنسبه لي محمد هاني رجل المباراه. محمد هاني النهارده رجل المباراه مع ان المباراه كانت وحشه جدا. المباراه كانت وحشه جدا جدا. رجل المباراه 100% كان محمد هاني. ربيعه كالعاده بقاله فتره وحش جدا. اشرف داري النهارده غلط غلطتين مالوش 30 لازمه. يحيى عطيه الله النهارده ما كانش باين. مروان عطيه ما كانش باين. اكرم توفيق يعني عايز اقف عند اكرم توفيق شويه. اكرم توفيق من اللعيبه اللي تحتار لها. وقت يبقى جامد جدا وقت وحش جدا. اكرم توفيق الفتره اللي كان فيها العرض جاله كان اكرم توفيق اشبه بكرسي مكتب في نص ملعب الاهلي. والله العظيم كرسي المكتب ساعتها كان افيد من اكرم توفيق. دلوقتي ومن فتره يعني بسيطه رجع حلو جدا. بس نص الملعب اللي فيه اكرم توفيق ومروان عطيه يفتقد او يفتقر لاي قدرات هجوميه. بجد يعني انت النهارده لقيت الدنيا مأزمه والهلال ما بيلعبش. ما بيجيش عليك هجمات الا هي كورتين من ورا الوينج ليفت بتاعهم القصير اللي اتخانق مع محمد هاني ده. لا ما اعرفش اسمه. كنت نزل احمد رضا، كنت نزل عمرو السوليه،
تنزل قفشه يحركوا لك الملعب شويه، مش التغيير اللي تعمله وانت عايز تجيب جون تاني قبل ما تروح تلعبهم في بريطانيا، تقوم مطلع وسام ومنزل عمر كمال عبد الواحد. ايه يا اسطى التبديل ده يا اسطى؟ بجد انا عايز افهم ايه التبديل ده، بجد تبديل ملوش اي لازمه والله العظيم، غير انك فشخت الجبهه دي خالص، فشخت الملعب حرفيا. كولر بالتغيير ده فشخ الملعب. انا والله انا عايز برهه للتبديل ده، التبديل ده ملوش معنى قسما بالله العظيم، ما ليه معنى. لو انت عايز تجيب التاني، انت عايز تجيب التاني انك لما تروح على موريتانيا انت هتتزنق زنقه قسما بالله زي ما بيحصل فيك كل مره قدام الهلال السوداني. والهلال السوداني فرقه بضاه، وانا من قبل الماتش وانا بقول انا مش عايز العب الهلال السوداني، العب صن داونز، العب الترجي، العب اي حد، وما لعبش الهلال السوداني. والله العظيم فرقه بضاه. انت فاش تكسبها 1-0 بس على ملعبك في استاد القاهره وسط جماهيرك. تقول يا اسطى انت عايز تجيب التاني، تقوم مطلع واحد من الاثنين مهاجمين ومنزل لي باك رايت يلعب وينج رايت. طب يا اسطى لما كان محمد هاني وبن شرقي متفاهمين، ليه بقى عملت التغييره دي ورميت بن شرقي ليفت وعمر كمال رايت؟ انا مش فاهم وليه نزلت عمر كمال اصلا. ما تسيب يا عم بن شرقي وسيب وسام ونزل قفشه يلعب، نزل احمد رضا، نزل عمرو السوليه. ما انت كده كده ما بيجيش هجمات عليك اساسا، تبقى تسحب واحد من الاثنين السيدي ينزل عندك اللي هو اكرم توفيق او مروان عطيه، وارمي يا عم عمرو السوليه. لو هتقول احمد رضا ما عندوش خبرات، ارمي يا عم عمرو السوليه وارمي قفشه. حرك الملعب، خلي الملعب فيه حركه، خلي الملعب فيه حركه. لكن فكره انا بلعب ماتش في افريقيا، ماتش مهم، هلعب باتنين عتاوله ليه؟ مش هي مش حرب. انت كنت بتعمل يعني مثلا اتفهم لو انت معاك اليو ديانج فتلعب بمروان واليو ديانج وقفشه او عمرو السوليه او امام عاشور، هتفهمها جدا. لان اليو ديانج مش زي اكرم. اليو ديانج بيعرف ياخد الكرة ويجري سبرنت، ما بيقطعش السبرنت، بيطلع بقى للهجوم. اكرم لما الكوره بتطلع سنه عن رجله يا بتتقطع يا بيعمل باصه زي الخرا. فده مش حل هجومي، ده الحاجه الوحيده اللي انا اتفهم انك تلعب بيها باتنين عتاوله، يبقى مروان عطيه وديانج اللي هو انت اصلا تطلعه عار اصلا بقى. طالما ماتش كده لقيته معرب وانت عايز تجيب التاني على ملعبك وسط جمهورك في استاد الرعب، وليك عامل تبديل واحد بخروج المهاجم التاني ومنزل عمر كمال، ده معناه انك خلصت يا كولر، شطبت. اصل اي واحد في البيت، سواء او اي حد انا او اي حد من صحابي، انا او اي حد من اليوتيوبرز بتوع الكوره، سواء اسلام مهدي عايدي اي حد بينزل كونتنت على النادي الاهلي، يا عم بلاش اي حد في الشارع يساله ماتش قدام الهلال السوداني على ارضك كسبان 1-0 وهتروح تلعبهم ده في الذهاب وهتروح تلعبهم ماتش على ارضهم وعملت تبديل انك طلعت المهاجم الثاني اللي انت بادئ بيه ونزلت عمر كمان، شوف هيقول لك ايه، شوف رد الفعل هيقول لك ايه. ده لو واحد ما اتفرجش على الماتش، ده لو واحد ما اتفرجش على الماتش ولقيت واحد ماشي في الشارع كده يعني بيفهم سيجة كوره هيقول لك ده عبط وده مدرب خايف يتعادل. طب انت خايف تتعادل ليه؟ ما هو الهلال السوداني ما قدملكش برهه اللي هو هيعمل حاجه اصلا طول الماتش. يعني هو مثلا مش بيهددك، مش بيشوط على الشناوي، مش بيروح، مش بيقطع، مش مثلا بيضغط عليك عالي، انا مش عارف الحاجات دي. وطبعا هيروح الماتش في موريتانيا هيلعب لك بالاثنين اللي هتاوله، طبعا بقى هو مش عايز يجي فيه جون بقى. والله العظيم انت اللي عملت في نفسك كده وانت اللي خليت النتيجه كده بذكائك، بجد بحركه غبيه انت عملتها، تبديله غبيه، ومش عايز تطلع حد من الاثنين العتالين اللي عندك في نص الملعب. فتروح الماتش التاني تزنق نفسك تلعب بنفس التشكيله الزفت، هتقوم منزل مروان عطيه واكرم وهتقعد تدافع طول الماتش وهتتلب، هيتعادلوا معاك او هيكسبوك لو فضلت تلعب بالقرف ده، لو ما حاولتش تضغط عليهم عالي. وبس كده يا شباب، كده الحلقه خلصت. يا رب كل حلقه عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم.